السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، حبايب قلبي جيت وياكم اليوم بوصفة الدجاج. أنا طبختها هواي عندي بالقناة، فاليوم حبيت أسويها يعني بس قسمين قسمتها، بعد ما غسلتها ونقعتها بالخل والملح والسوداء. هاي بيها بقى مي شوية، أريد أنا يعني أول مرة أفور المي وذبيتها ويبقى هذا بي راح يمتص وبعدين أخلي عليها باقي المواد. يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا عندي هنا كاري وكركماني، البهارات مالتها هاي 7 بهارات، وأخلي زنجبيل وحبة السودة وياها حبة هي السودة حبة البركة، وأخلي وياها هاي مال كبابة، ليمون هنا عندي نص وهنا عندي نوم وبصرة، وهاي عندي هنا ورق الغار وطماطة وبكيفكم انتم. هاي عندي هنا فجل هم خليت وياها للنكهة تطلع ولا أروع من يمها. أنا بعد ما تمص المي مالتها أريتها شوية تتبخر راح أخلي عليها التوابل، هاي بهارات الدجاج. تردون ما تخلون بهار دجاج، بس كاري وكركم، مرات أنا على الكاري والكركم هاي البهارات مال الدجاج حبيباتي، راح أضيف عليها وبعدين أنا أخليها يعني شلون تتبخر، يعني بحيث قريبة للاستواء تصير، وأنتم بكيفكم. زنجبيل خليت وياها، تردون تخلون فلفل حار، أنا خليت حب يعني صحاح. هاي بعد ما يعني تبخرت مثل ما نقول عرقناها، أنا راح بعد أطبخها، بعد أريد ميها راح أخلي عليها المي بعدين بعد ما أشوفها يعني المونة لين يعني تصير. هاي هنا عندي التمن عليه شعرية راح أخليه وياه قليل، وكشمش وعاد منها، وأكو تمن أنا مسوية من عنده يعني الهم أبيض ما يردون عليه شوية، أنا يعني مو كل شي يعجبهم عائلتي، أسوي جذرين. هسا أكو بيهم ما ياكلون، قلت لكم أنا دائما اللحوم أبدا نباتيين، فراح أسوي لهم هم هنا وياها بامية. أنا أسوي باعو الشعرية بدون دهن نهائيا، بس هيج على الحرارة، يعني أشوحها أو يعني نقول نسهسها إحنا عندنا بالعراقية هنا بالعامة. باع اللون شلون صار، وبعدين أضيف الرز عليها أو التمن، وأضيف الزيت، تردون فوقها يعني عادي ماكو إشكال، أضيف الزيت مرات لا أقلل البصل قليل وياها تطلع النكهة مالتها كلش طيبة، وأخليه عليها أضيفها. هاي أنا لحد الآن ما مخلي عليها زيت، أنا إلي أسوي مرات قليل بالدهن الحر، أولادي ما يعجبهم، كل شي ما يعجبهم، نباتيين يعني وفد نوب من نوع يعني ما أدري يشلون القلب الله يهديهم. هاي حبايبي شوفوا خليت عليه الزيت. هاي باع الدجاج شلون صار، أنا خليت وياهم حبتين حبات 2 هيل وقرنفل وياها. احنا نحب التوابل يعني ماكو أحلى من التوابل، مرات أخلي بس ريحان ونعناع. هاي حبايبي بعدها هاي التقديم. هاي إنه واللي يردون البامية هاي أنا أسويها إنه وحدها يعني بدونهم هاي، لأن هم نباتيين مثل ما قلت لكم. ولا أروع منها تخبل، طبعا هاي البامية العراقية تخبل حتى يعني ما تريد نار هواي. أخلي عليها قليل إضافات المي والثوم على ما يعني تشرب رأسا استوت، وأخلي أضيف عليها بعدين عن المعجون. هسه هاي خليت مي عليها يصير اللون كلش حلو مالتها أخضر، تمتصه وبعدين أخلي عليها الزيت. ما شاء الله على خيرات رب العالمين، خيرات العراق أرض الرافدين ماكو نفسها، ماكو حبايب قلبي. هاي حبايب قلبي خليها بعد تتبخر. حبايبي أخلي عليها الثوم، لأن أنا نهائيا ما ياكلون اللحم عليها، يا ريت أحب أخلي لحم، بس واحد عندي ياكل لحم والبقية لا. هذا راح أخليه مثل ما يقول تشرب المي مالها، هذا تمتصه فد مرة هو والثوم، تطلع يعني الريحة كلش طيبة مالتها. هاي بعد ما يعني
امتص المي مالتها وشوف اللون كلش حلو، بس هذا البخار عليها صار اللون أخضر. أضيف لها المعجون، أنا هالمرة راح أخلي فد معجون. شوية يعني شوفي بس جاي أنا أحركها أهجسها أخاف تنمرد يعني. هاي شوية راح أخليها وبعدين أضيف لها المي وأقدمها لكم. هاي حبايبي، هاي البامية والدجاج ذاك على حدة صارت، لين بالبداية خليت الدجاج اتغدوا من عنده، وهاي البامية اللي اجوا بعد من الدوام خليت لهم. ولا تنسون من خالص دعاءكم لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.